السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا زهقنا من السحور التقليدي اللي كل يوم بطاطس محمرة، فول، جبن، بيض. زهقنا. خلاص، واحنا خلاص في اخر ايام في رمضان، فيلا بينا نعمل سحور مش تقليدي. انا الاول قطعت البطاطس مكعبات وحطيتها تتسلق. هم 5 دقايق، احنا مش عايزين البطاطس تبقى يعني ناعمه قوي او مش مهروسه، احنا مش عايزينها مهروسه، احنا عايزين المكعبات كده ماسكه نفسها شويه. فاحنا هنسيبها تتسلق كده 5 دقايق وبعدين نرجع لها. على ما نرجع لها بقى هنحط طاسه على النار، فيها شويه زيت. انا ما كترتش، يعني ما كترتش خالص زيت عشان طبعا ده صيام وسحور وكده. وحطيت مع فصين توم بالظبط، وحطيت طماطم شيري. تمام. قطعتهم كده نصين او 4 ارباع ورحت حطاهم على النار، بياخدوا يدوا مع بعض شويه. وبعد كده بنحط ملح وبابريكا وفلفل وزعتر، ونسيبهم بقى شويه كده، يعني كل ده الأطعم كلها تدخل في قلب بعضها كده. تمام. وبكده تبقى دي خلصت. هنيجي بقى، طبعا كل واحد بيحط حسب الكميات بتاعته. انا حطيت معلقه كبيره جبنه فيتا، ومعلقه وربع كده جبنه كريمي، وشويه لبن صغيرين، وقلبتهم مع بعض. ما كانوش مستاهلين ان انا مثلا اضربهم بالمضرب الكهرباء او كده. هم يا دوب عملتهم يعني بايديا كده، وما خدوش وقت، بقوا ناعمين خالص وكانوا حلوين يعني. بعد كده بنفضل نقلبهم وبعدين بنفردهم في الطبق. وبعد كده بصوا، هو شوية اللبن بيديهم يعني بيخلي قوامها كده حلو. الجبنة الكريمي مع الجبنة الفيتا بيبقى قوامهم تقيل شوية، فهو بيخلي القوام أخف شوية بس. وبعد كده بنقوم بقى ايه، احنا كده خلصنا الجبنة هنا وقلبناها كويس وكده. بعد ما بنخلصها بنقلبها كويس، بنحط عليها الطماطم اللي احنا كنا لسه عاملينها، وبنرش رشة زعتر. ويا جماعة دوقوا احلى جبنة، احلى طبق جبنة في الدنيا والله. ما كانتش تقيلة خالص خالص خالص، وبجد طعم الطماطم فرق معاها جامد جدا جدا جدا. يعني احنا كل يوم طماطم يعني جبنه بطماطم، جبنه من الطماطم. فجربنا دي كانت حاجه وهم كده بصراحه، يعني لا لا بجد حلوه. ولو كانت بزيت زيتون كانت هتبقى احلى، بس انا بصراحه ما كانش عندي زيت زيتون. فهنقف يعني نوقف نفسنا ومش هنعمل حاجه، مش هنعمل حاجه، لا طبعا. بس فهي كانت حلوه قوي، طعمها كويس. خلصنا بقى دي، خلصنا كده وصفة الجبنة. طب هندخل على وصفة البطاطس. كده البطاطس معانا اتسلقت وانا صفيتها كويس جدا جدا، احنا مش عايزين فيها اي نقطة مية. بعد ما صفيتها هنحط شوية زيت، وبعدين هنقلب فيهم البطاطس مع التوابل اللي هنحطها. واحنا مش هنحط توابل برضو كتير، هو تقريبا السحور النهارده كان برعاية ملح وفلفل وبابريكا وزعتر. لان احنا هنحط ملح وفلفل وبابريكا وزعتر برضو، وهنقلبهم كويس بس عشان القطعم كلهم يدخلوا في قلب بعضهم. وبعد كده يعني نحط بقى قطعتين زبدة كده او قطعة واحدة. والله نقلت الطعم يعني نقلت طعمها كده في حتة تاني خالص 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 بجد. يعني مش هتندموا لو جربتوها، وهيبقى بألف هنا وشفا عليكم. ودي حاجة مش تقليدية، لان طبعا بقالنا كام يوم بناكل من اول رمضان، بناكل فول وبطاطس بيض، جبن، جبنه بطماطم، جبنه ساده، جبنه رومي، كل الحاجات دي. فخلاص الواحد بيبقى زهق. وطبعا في اللي بياكل طعميه، انا عن نفسي ما بحبهاش على السحور خالص. طبعا الواحد بيبقى زهق خلاص، فلازم نجدد بقى. فدول حاجه كده وهم بامانه، وبألف هنا وشفا على قلبكم.
وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وانتظروني.